كفوا ايديهم عنه الاكل. افا اللي يذكر السالفه بعضكم سمعها من زملائنا انها طولها مترين، يعني المائده طولها مترين او اشكال، فيها اصناف من جميع الانواع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حدثت أول يوم من أيام رمضان، هذا قبل أمس. هذا رجل عزم له رجاجيل على الفطور 4 5، وجو معهم 2 من جيرانه. والرجل ما شاء الله تبارك الله، تعرف سفرة رمضان، علم أم عياله ما قصرت، مشتطه من الصبح. نعم. يقول يقدم السفرة، هم جو قبل الأذان بربع ساعة، شوربة خيرات ربي، ولا محط الصحن الرئيسي لا شوربة فيها دجاج، ولا ظاهر مكرونة فيها دجاج، ولا والله ما أدري إيش، ولا هم كفوا أيديهم عنه الأكل. أفا اللي يذكر السالفة بعضكم سمعها من زملائنا أنها طولها مترين، يعني المائدة طولها مترين أو أشكال، فيها أصناف من جميع الأنواع. المرأة باذلة جهد كبير جدا. يقول هذيلا يلومونه، هالحين الرجال ذاك يعزمنا وتقطع عزيمته وتعزمنا وفي الأخير تحط لنا دجاج يلي ما تستحي على وجهك. قال يا الربع عينه خير، هذا رمضان وهذه نعمة قدامكم. صح. يقول هذا الرجل اللي يروي القصة يقول حنا نقول لهم يا الربع هذه ما شاء الله تبارك الله سفرة تكفي لها 20. رعية البيت واضح جهده في الموضوع هذا، والرجل متكلف الرجل. قالوا لا، ليه ما حط لنا ذبيحة، ليه ما حط خروف، حنا مقدرين عند جماعتنا وعند ربعنا وعند هذا، والرجال عازمنا ويحلف علينا ويقوم هو يدخل بيننا وبينه وياخذ العزيمة وفي الأخير يحط لنا دجاج. ولا والله الرجاجيل جادين، في البداية كنا نظنهم يمزحون، ولا والله حتى ما مدوا ايديهم على الأكل. أذن يا الربع، هذا الكلام قبل أمس، تقهووا يا الربع، لا والله كلهم يلومون. يوم ناظرنا ولا معزبنا يبكي، سبحان الله بكى من القهر. يقول لا ناظر يا ابن الحلال انت مبيض وجهك والله يجزاك خير. يقول الرجل بكى صدق. يقول احنا نلتفت على الرجاجيل ونطلعهم مع الباب، يلا ما انتم بكفوا يقولوا يلا ما انتم بكفوا هالعشاء، ولا انتم بكفوا هالشورب، ولا انتم بكفوا هالتعب اللي سويته رعاية البيت. يقولوا الرجال عيا مسكين يوقف عن البكاء. قال والله اني باذل جهدي وحاطن الشيء اللي بيجوز للمسلمين، تخبرون في رمضان مو بكل شيء يجوز، متنوع في شوربه وفي سمبوسه وفي القيمات وفي امور كثيره. قالوا هو يبكي وحنا نهدي ونقول الحمد والشكر لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ساعدني يا ابو عبد، ما عاب طعاما قط. نعم احسنت. فيقول الشاهد الكلام نهدي ونقول الحمد بيض الله وجهك واديت اللي عليك واكرمت ضيوفك، وهذيلا ما ينظرون كرامتهم طال عمرك في عيونك، وفي هذيلا ينظرون كرامتهم في اكل وسفره. هذيلا ما هو بكفو انك ما هو بكفو نبت. المهم ان الرجال يقول يا الله هديناه ورجع وقعدنا احنا وياه ونبين له الامور الخفيه، وهذيلا ما هو بكفو. يقول هم يطلعون. فيا اخوان الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله. الكرامه ما هي في ذبيحه، الكرامه ما هي في علقته في حط، الكرامه في مقابل الرجال. وبعدين هالمراه اللي مسكينه من الصبح الين المغرب وهي قاعده تسوي هالمعجنات وتسوي هالشوربه وتسوي هالاكل متنوع. يقول اكثر من 2 متر طول السفره، حنا قاعدين ما كملنا نصها، ويجي هذا الرجل او اخوياه يتكلمون عنه. صاحبنا يقول والله من القهر قاعد يبكي. القصة بعض الشباب يعرفونها وسامعين، هذه قبل أمس. فأنا أقول الحمد والشكر لله على العقول الفاهمة. وهذا إن كان على المائدة ما يكفيه فهو عاقل، كان على المائدة يعني إن كان يرى أن على المائدة مو بحقه فهو مو بعاقل ويطلع مع الباب. صح. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، والله نجتني وطلب مني أني ألقيها، جزاك الله وأنا ألقيها لكم الآن لعل الإخوان يعني صحيح. يشاركون في الآراء فيها. جميل.